يعني الشيخ الشعراوي طبعا كان عدوا لنقل الأعضاء، وكان ضد فكرة زراعة الأعضاء. شأن حاجات كتيرة قوي الشيخ الشعراوي كان ضدها وضد العلم عموما يعني. ورغم حالة التبجيل والتكريم للرجل، الرجل له أفكار شديدة التطرف، شديد التسلف. خلاص يعني أمة مشلولة إلى هذا الحد هتسلم نفسها لشيخ أقصى ما يعرفه في الحياة إنه كان بيذاكر ألفية ابن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتربوا. ده لك اغترب، ما قالش يشمله، ما قالش يجنبه، ما قالش يشرقه. ده حددها واحدة سبحان الله، ده حددها ولا ايه؟ اغترب. انما اغتربوا دي معناها ايه؟ ما هو لازم يكون لها معنى وراها حكمة. اغترب دي فعل امر، وسبحان الله فعل امر مش فعل ماضي ولا مضارع. والواو والجماعة يا جماعة. نشوف السفيه ده، مش شوف غايته ايه، الغاية التي يسعى إليها ماذا؟ أيها الرجل، من أنت لكي تتطاول على هؤلاء؟ من أنت لكي تتطاول على هؤلاء العلماء؟ من أنت لكي تتكلم في منهج هؤلاء الذين ربوا فينا العفة، الذين ربوا فينا الطهارة، الذين ربوا فينا التواضع، الذين ربوا فينا كل الأخلاق الحميدة. نعم، من أنت؟ من أنت وما هو فكرك؟ تركت هؤلاء الذين يخربون على الناس معايشهم، ثم تتكلم على هؤلاء القمم، على هؤلاء العلماء الذين أرسوا في حياة الناس الحب، الذين أرسوا في حياة الناس التواضع، الذين أرسوا في حياة الناس الأخلاق الحميدة. يا الله، أصبحنا في زمن نتكلم فيه عن العلماء ولا نتكلم فيه عن السفهاء. أصبحنا في زمن نتكلم فيه عن هؤلاء العلماء ولا نتكلم عن الفنانين ولا نتكلم عن الفنانات، لا نتكلم عن هؤلاء الذين ينشرون السفور والتبرج والعري بين الشباب. نتكلم عمن يعلم الناس الفضيلة، ولا نتكلم على هؤلاء الذين يعلمون فتياتنا وشبابنا، يتعلمون منهم الرذيلة في كل يوم وليلة. يا الله، اعلم يقينا أنك ستقف والله بين يدي الله وستحاسب أمام الله تبارك وتعالى. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فماذا ستقول للمولى عز وجل حينما تقف بين يديه سبحانه جل وعلا؟ نعم أيها السفيه، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيخبرك المولى عز وجل بهذا الكلام الذي قلته في حق هؤلاء العلماء. فلتعد من الآن للسؤال جوابا قبل أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. حينها والله لن ينفعك مالك ولا جاهك ولا سلطانك. واعلم يقينا أنك ظلمت من كان ناصره الله تبارك وتعالى. هؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس أمور دينهم اتركوهم، نعم اتركوهم لله تبارك وتعالى. تكلموا عمن ينشرون بين الشباب هذا الفجور وهذا العري وهذه المخدرات وهذه الأخلاق البذيئة الذي لا يرضاها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلترجع إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان، حينه والله لا ينفعك الدنيا ولن تنفعك الدنيا بأسرها. رحم الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.